سؤال دايما بيجي في بالنا كلنا. احنا ليه بقينا بنشوف قنوات التفاهة والفضايح والرقص والحاجات السطحية هي اللي بتتصدر المشهد وبتحقق ملايين المشاهدات، والمعلومة الكويسة والكلمة اللي بتبني الروح والسكينة مشاهداتها قليلة؟ هل العيب فينا ولا في سر نفسي بيخلي الناس تنجذب للتراب وتسيب الذهب؟ النهاردة هنفك سوا لغز انتصار التفاهة، وازاي تقدر تحمي عقلك وروحك من التلوث السمعي والبصري اللي محاوطنا. أول حاجة هنتكلم فيها هي هرمون الدوبامين والرغبة في السعادة السريعة. في علم النفس الموضوع بيبدأ من كيمياء الدماغ. عقل الإنسان مبرمج إنه يدور على المتعة السريعة بأقل مجهود. قنوات التفاهة بقى بتفرز في دماغ المشاهد هرمون الدوبامين الرخيص، تسلية لحظية، ضحكة عابرة، أو فضيحة بتشبع الفضول من غير ما تطلب من المشاهد إنه يفكر أو يغير حاجة في نفسه. لكن المحتوى الهادف بيخاطب الوعي، وده بيحتاج مجهود ذهني وتركيز، وعشان كده كتير من الناس بتهرب من شغل العقل لتخدير العقل بالتفاهة. طب نتكلم عن سيكولوجية الفضيحة والشعور بالتفوق. ليه الناس بتموت في الفضايح؟ الحقيقة المرة هي إن المشاهد لما بيشوف فضيحة حد أو مشكلة عائلية لحد مشهور بيحس براحة وهمية، بيحس إنه أحسن من الشخص ده، وبيهرب من مشاكله الشخصية بإنه يركز في كوارث غيره. التفاهة بتديله إحساس زائف بالتفوق، لكن المحتوى الهادف بيواجهه بحقيقته وبأخطائه، وده أحيانا بيبقى مؤلم نفسيا، فالهروب للسطحية بيكون أسهل بكتير. نيجي بقى لغسيل الأدمغة وخوارزميات المنصات. ما تنساش إننا بنواجه شيء ضخم هدفه بس الربح. خوارزميات اليوتيوب والفيسبوك بتهتم بالوقت اللي بتقضيه على المنصة، والدراما والخناقات والرقص بيخلوا الناس بتتخانق في التعليقات وتفضل تتفرج، فيقرر اليوتيوب والفيسبوك إنه يرفع الفيديو أكتر وأكتر. إحنا بقينا في عصر اقتصاد الانتباه، اللي بيعرف يصرخ أكتر أو يعمل فضيحة أكبر هو اللي بياخد الانتباه، حتى لو كان اللي بيقدمه فارغ تماما من أي قيمة. نتكلم بقى على غياب القدوة وضياع البوصلة الاجتماعية. لما السطحية تبقى هي المعيار للنجاح والفلوس والشهرة، الأجيال الجديدة بتبدأ تفقد البوصلة. الطفل أو الشاب لما بيشوف التافه هو اللي غني ومشهور بيبدأ يستهين بالعلم وبالأخلاق وبالهدوء. إحنا دلوقتي في حالة تلوث بصري بيعمي الناس عن الجمال الحقيقي. لكن هل ده معناه إن الناس تستسلم؟ أبدا. القيمة الحقيقية زي الذهب، ممكن يكون التراب مغطيها بس قيمتها فيها، والذهب ما بيصديش أبدا مهما طال الزمن. نيجي لدورك أنت كمشاهد واعي، أنت اللي بتحدد مين ينجح ومين يفشل. كل لايك أو مشاهدة بتديها الفيديو تافه أنت بتساهم في رفع قيمته، ومن حق روحك عليك إنك تنقي اللي بتدخله لعقلك. العقل عامل زي المعدة، لو أكلته سموم وتفاهة هيطلع أفكار مريضة ومضطربة. السكينة والهدوء مش رفاهية، دي ضرورة عشان تقدر تكمل حياتك. اختار القنوات اللي بتبنيك، اللي بتطبطب على وجعك، واللي بتخليك إنسان راقي. في النهاية المشاهدات مش هي مقياس القيمة. ممكن فيديو تافه يجيب 1,000,000 مشاهدة ويتنسي بكرة، وفيديو هادف يغير حياة إنسان واحد بس، والواحد ده يكون عند ربنا أحسن. أنا سيلة، مستنية أسمع رأيكم بكل صراحة. قولوا في التعليقات، انتوا بتحسوا بتأنيب ضمير لما تضيعوا وقتكم في محتوى تافه؟ وإيه اللي بيخليكم تتمسكوا بالقنوات الهادفة رغم قلة عددها؟ عايزة أقول للي بيشوف الفيديوهات دي، أنا مش هقول كلمة تزعلك، لكن هقول لك حاجة. انت بتخلي الناس دي تجمع فلوس، وانت بتجمع ذنوب على الفاضي. بتجمع ذنوب مجاني، بتجمع ذنوب لغيرك. هو عمال يجمع فلوس ويعلى، وانت ميزان حسناتك بيقل وميزان سيئاتك بيكبر. لأن كل مرة بتشوف فيها فيديو، حتى لو مش هتعمله لايك، مجرد انك بتشوفه اليوتيوب بيرفعه وبيقترحه تاني، فكل واحد بيشوفه غيرك بيرتكب ذنب بسببك. أشوفكم الفيديو الجاي بكل وعي ونور. شكراً.